وبعد أمير المؤمنين عمر وفي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهر شيء من نبوغ ابن عباس، وكيف أنه أقام الحجة على المخالفين بأيسر ما يتخيل المرء، لكنه صادف آذانا سمعت. وهذه المحاورة رواها الإمام أبو داود في سننه، والنسائي في خصائص علي بن أبي طالب، وهذا الكتاب جزء من السنن الكبرى للنسائي، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وإسناده قوي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه استأذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ذرني آتي هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ونصبوه العداء لأحاججهم. قال: إني أخاف عليك منهم. قال: كلا لا تخف. فانطلق ابن عباس في نحر الظهيرة ومعه قائد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر حياته. أخذه قائد فدخل على هؤلاء الخوارج في معسكرهم في نحر الظهيرة، عز الظهر يعني. فلما دخل سلم عليهم، لم يردوا عليه السلام، إنما قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس. وهم جماعة التكفير اللي هم الخوارج يعني. مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره، ما تنقمون عليه؟ ما الذي جعلكم تتركون مناصرته ومؤازرته وتعتزلون نصرته؟ قالوا: ثلاث، أي هن ثلاث مسائل جعلتنا لا نراه على الحق. قال ابن عباس: ما هن؟ قالوا: أول شيء أنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، فما للرجال وحكم الله؟ هذه واحدة. طيب، والثانية؟ قال: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. طيب، دي الثانية. الثالثة: قالوا: إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. طيب، في حاجة ثالثة رابعة يعني؟ لا، هي كده. قال: طيب، ألئن جئتكم بآيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تقولون أترجعون؟ قالوا: نعم. ناخذ المسألة الأولى. إيه المسألة الأولى؟ قالوا إنه حكم الرجال في أمر الله، يشير إلى مسألة التحكيم والحكمين والكلام ده. وطبعا مسألة التحكيم دخل فيها من الكذب ما لا يعلمه إلا الله. أغلب روايات التحكيم التي تدور في الكتب كاذبة. فهذا حكم الله. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. قال لهم: طيب، سأقرأ عليكم من كتاب الله عز وجل. إن الله تعالى جعل الحكم للرجال في ربع درهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ولو شاء الله لحكم. يعني الرجل إذا كان في الحرم قتل أرنبا مثلا، أو قتل حمامة، أو قتل أي شيء لم يؤذن له في قتله، بخلاف الخمس فواسق اللواتي يقتلن في الحل والحرم، فلا بد أن يدفع غرامة. الأرنب ده
ممكن يكون بربع درهم. ربنا عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولو شاء الله لحكم، إنما جعل حكمه إلى الرجال. الحكم في أرنب ونحوها أفضل أم الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم؟ قالوا بل الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال لهم طيب، قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فجعل ذلك إلى الرجال أيضا. الحكم في بضع امرأة أفضل أم الحكم في دماء المسلمين في حقن دماء المسلمين يعني وصلاح ذات بينهم أفضل؟ قالوا بل الحكم في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم أفضل. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. طيب الثانية، أنكم تقولون قاتل ولم يسبي، يعني لم يتخذ السبايا ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ وهو يشير إلى موقعة الجمل، وموقعة الجمل إنما هي نسبة إلى جمل عائشة الذي عقر وقد أخذها علي بن أبي طالب ويعني أوصلها إلى المدينة معززة مكرمة. وخروج أم المؤمنين عائشة أيضا له محامل معروفة عند أهل العلم بالإسناد الصحيح. فطيب يبقى علي بن أبي طالب لو على قول هؤلاء الخوارج سبوا عائشة وأخذوها، ومعروف أن السبايا توطأ، فيقول ابن عباس لهم أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، يشير إلى الوط، فإن قلتم نعم كفرتم. ليه؟ لأنهم خالفوا القرآن. قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. ليه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى لو قالوا بالقول الأول كفروا، لو قالوا بالقول الثاني كفروا. قال ابن عباس فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. بلموا خرجت من هذه، قالوا خرجت. الثالث إنكم تقولون إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خط لزق كده، يعني نط من الشط للشط، ما عندهمش بقى إيه، ما عندهمش تفصيل في المسألة. قال لعلكم سمعتم ما جرى في صلح الحديبية، وأن علي بن أبي طالب هو الذي كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب شروط الصلح مع سهيل بن عمرو. لأول ما اتفقوا شفاها كده على الشروط قال لك طب نكتب. فبدأ علي بن أبي طالب يكتب عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي أمح رسول الله. أمح رسول الله يعني يمسح كلمة رسول الله ويكتب مكانها ابن عبد الله. قال يا علي أمح رسول الله. فقال علي والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. قال ابن عباس ولم يكن محوه صلى الله عليه وسلم لرسول الله محوا لرسالته،
خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فرجع معه 2000 وقتل 4 على الضلالة قتلهم المهاجرون والأنصار. فأنا عايزك تشوف بقى كيف أقام ابن عباس الحجة على هؤلاء. يعني أنت تستغرب العالم دول بيفكروا إزاي، وكيف انتزع ابن عباس بسهولة الأدلة في الرد عليهم، وكان رده دامغا قويا لدرجة كما قلت أن 2000 من هؤلاء رجعوا مع ابن عباس ممن فتحوا قلوبهم لمواضع الحجة. ابن عباس كان ملهما وكان موفقا وكان أحد الأفراد ممن يغوصون على المعاني، ولا جرم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم فقهه في الدين. هذه رواية البخاري، زاد أحمد وغيره: وعلمه التأويل.